عليكم ورحمة الله وبركاته. من استشارات كتير من الأمهات يومها بيعدي مع ولادها ربنا يخلي وهي مضغوطة ومتضايقة وزعلانة ونفسها توصل لنظام معين في التعامل مع ولادها يخلي الدنيا أحسن، في نفس الوقت تكون بتربي وبرضو الدنيا ماشية صح ومش عايزة تقسى على أولادها، لأن الشكوى بتجيلي إن أنا علشان أظبط كل حاجة لولادي بضطر أبقى عصبية ومنفعلة عليهم، وعلشان ما أقرصش عليهم وضميري ما يوجعنيش وما أحسش بتأنيب الضمير آخر اليوم، ساعات بفوت وده بيضايقني، فده حاجة محيراني. أنا هقولك على مهارة معينة أو تركة معينة لو حطيتها في اعتبارك هيفرق معاك قوي قوي قوي، وهيفرق معاكي قوي وانت بتتعاملي مع أولادك. عايزاكي تركزي في الكلمتين دول كويس جدا. بصي لولادك ب3 نظرات، حاجة من ال3 دول اختاريها أو حطيهم في حسبانك. نظرة بصي لولادك وانت شايفة قدامك كأنك بتبص على نفس الولاد دول اللي هم يعني ساعتها مش هيبقى ولادك، كأنك انت من بره بتبصي على الولاد دول. نظرة اللي ما عندهاش ولاد اصلا، نظرة اللي ما عندهاش ولاد اصلا. لو ولادك دول بعبالهم بعيوبهم بقرفهم بزهقهم بطباعهم اللي بتطلعاكي من شعورك، دول في ما عندهاش ولاد تبص لهم، هتقول ايه؟ هتحس بايه الام دي؟ هتبقى بتتمنى الولاد دول واقل منهم كمان يبقوا ولادها. دي اول نظرة. النظرة التانية، وطبعا كل نظرة وليها مشاعر، لها مشاعر تحرك قلبك وتخليكي تقولي ياه، لا فعلا كأنك بتبصي على الموضوع من بره، مش في وسط دربكة اليوم بنسى ان دول حبايب قلبي وبضغط وبدوس وبتعصب. هو لازم هيحصل كده في اليوم حتى لو حاجات بسيطة، بس ما يبقاش ده الأساسي بتاعنا. النظرة التانية نظرة الأم، ودي صعبة بقى شوية ومشاعرها صعبة، اللي كان عندها ولاد وما بقوش موجودين لأي سبب من الأسباب، سواء سبب جيد أو سبب غير جيد. ولا أنسى قصة اتحكت لي من واحدة كانت في تجمع نسائي وقاعدين بيهزروا وبيضحكوا زي ما احنا بنقعد نتكلم كده ونهزر ونضحك، والستات بقى كل واحدة عمالة تقولي الولاد واللي بيعملوه الولاد ده، شوفي العيال وعمالين يشتكوا من عيالهم، وفي وسطهم ست قاعدة مساهمة ما بتنطقش. فبيسألوها، ما كانوش يعرفوها، يعني مثلا لنفرض ان تجمع اولياء امور في مدرسة ما وهم ما يعرفوش بعض، فالست دي ما كانوش يعرفوها فما يعرفوش قصتها، فالست ساكتة لا بتشارك ولا بتحاور وعمالة تبص لهم بصة كده يعني من مكان تاني. فالمهم الكلام جاب بعضه، بيسألوها، قامت بتقول لهم أنا كان عندي ولد والولد ده توفاه الله، ربنا يا رب يبارك في أولادنا جميعا ويحفظهم ويجعلهم قرة عين لنا مدى الحياة، فتوفاه الله. وانتوا بقى عمالين بتشتكوا، انا كنت في يوم من الايام بشتكي من ابني ودلوقتي اتمنى يبقى موجود معايا ويعمل اضعاف الحاجات اللي انا وهو كنا بنتائر عليها. ادي النظرة التانية. وفي بقى نظرة تانية برضو، يعني ضمن الحتة دي النظرة التانية، في نوع تاني من الامهات اللي ولادهم سافروا، اللي ولادهم مع باباهم انفصلوا مع باباهم، اللي ولادها اتاخدوا منها، اللي ولادها كبروا وكل واحد راح لحياته وما بقتش بتشوفهم. تخيلوا النظرة والإحساس بتاع اللي كان معاها ولاد ضاقت نعمة الولاد وبقت مش موجودة معاهم لأي سبب من الأسباب. النظرة الثالثة بقى هي نظرة الأم، ربنا يا رب يعافينا ومشاعرها طبعا. الأم اللي معاها ولد أو بنت وتعبانين وعندهم مشكلة نفسانية أو جسمانية، وهي بتلف عليهم ورايحة وجاية وبتسافر وبتتابع مع ده وبتتابع مع ده. دي هتبقى مركزة في إن لو الولد ده صحيح هيبقى قرفني ومزهقني؟ لا، دي بتتمنى ولو اتقال لها كده ابنك يرجع كويس ويملى البيت بهدلة وحركة وهيبرة وضرب في اخواته وي وي وي،
ولا يبقى كده؟ شوفوا هي هتقول ايه. ال3 نظرات دول يديكي مهارة ويديكي نوع من التحمل، لان فعلا الانسان طبعه النسيان، والإنسان طبعه التعجل، والإنسان طبعه بيبص تحت رجليه فقط في اللحظة اللي أنا عايش فيها ومعصبني دلوقتي. احنا عايزين ال3 حالات دول نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به الناس، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به الناس. دايما ذكري نفسك بدول، ودايما ساعتها اشكري واسجدي سجدة شكر وقولي اللهم لك الحمد. ساعتها والله العظيم، والله وأنا أم ومجربة، نظرتك وإحساسك بولادك وإحساسك بالكركبة وقلبة البيت والعصبية وضربهم في بعض ومشاكلهم مع بعض هتبقى نظرة حد بيبص لهم بحب 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 بحب، اللي هو الولد بيكذب هتحبيه، مش هتساعديه على الكذب، لا ده انت هتبقي بتتعاملي من مكان عارفة تحل المشكلات بهدوء، لان هي بقت مش مستاهلة. عارفين الاحساس ده؟ عارفين اللي هي مش مستاهلة، فعارفة تحلي وعارفة تظبطي، وحنانك سبقك وطبطبتك سبقاكي، وحضنك لولادك سبقك في كل الأحوال. أصل هو حبيبي اللي أنا ما أقدرش أستحمل أي حاجة من ال3 اللي أنا حكيت لكم عليهم دول. ربنا يا رب يعافينا، اللهم أمين. ودي نعمة وفضل، فلما يمن الله علينا بنعمة تركيزنا على مساوئها بيخلينا نعيش في جحيم مع النعمة. أصل النعيم هو انك انت تبقى عايش بتذكر وإدراك جمال النعمة، والجحيم انك انت يبقى معاك النعمة ومش متذكر ومش مركز الا على عيوب النعمة. نظرتين مختلفتين وهي نفس النعمة، ودي اللي بتميز عن دي اللي بتخلي بتصنع ذكريات جميلة مع أولادها برغم كل اللي هم بيعملوه، وعارفة توجههم. خدي بالك، عارفة توجههم. اوعي تفتكري ان الام دي هتبقى بلالة كده والدنيا بتبوظ والعيال وهتبقوا مدللين، لا خالص، لا بالعكس، دي هتبقى حبها سابقها وشفقتها على اولادها سابقاهم، وفي نفس الوقت هادية وعندها كده احساس بالحنين لكل لحظة مرت، واحساس بالدفء في كل لحظة هي عايشاها، واحساس بالشوق للذكريات اللي هتقابلها بعد كده بنقعد نحكي عنها. هيبقوا كل دول غالبينها لدرجة ان هي هادية فعارفة توجه. بس هي بتوجه من مكان حب ومن مكان رضا، من مكان حب ومن مكان رضا ومن مكان شكر، فعارفة توجه النعمة. وأيا كان الابتلاء اللي بتقابليه مع أولادك، أيا كان، لو كنت من مكان حب ورضا وشكر وشغف بالولاد دول، شغوفة بيهم. أنا شغوفة، لازم تبقي شغوفة بولادك، مش شايفاهم ناقصين عشان غلطانين، مش شايفاهم وحشين عشان بيعملوا كذا ولا طباعهم كذا. ارضي بيه ولادك لأن دول ولادك، إن ما كنتش انت اللي ترضي بيهم مين اللي هيرضى بيهم؟ والحياة قاسية قوي 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 بعد لما الولد يطلع من بيت يكون مش راضي بيه، مش مقدره، مش حاسس بيه. بنقعد نعالج فيهم كتير، بيجولنا بنقعد نعالج فيهم كتير عدم ثقة في النفس وعدم تقدير للذات وقبول بأوضاع مش حلوة، كلها جاية من ان البيت اللي كانوا عايشين فيه بيت مش مقدرهم. ومش لازم الولاد دول يبقوا بيرفكت 100 10 على 10 عشان يتقدروا، زي ما هم بعبالهم، زي ما هم بطباعهم بشقوتهم بكل ما فيهم يتقدروا، لان هم نعمة ونعمة النعمة. قد من الله علينا بالنعم دي. قلت أذكركم لأن والله يعني تقريبا يعني نسبة كبيرة جدا من الأسئلة والاستشارات كلها بتدور أنا طول اليوم متعصبة من ولادي، أنا طول اليوم مش طايقة أولادي. ما هوش أنت مركزة على إيه؟ مركزة على الواقع الوحش بتاعهم. وأنا ما مش بكذب عليكي، أنت عندك أكيد حاجات بتحصل طول اليوم، حاجات طالعة من واقعهم ومن طباعهم ومن عيوبهم، بس في نفس الوقت وبعدين الولاد دول إيه؟ حلوهم إيه؟ بعدك عنهم إيه؟
لا قدر الله لو حصل لهم حاجة ايه، لو انت ما عندكيش اصلا عيال ايه، فذكري نفسك بده. اوعي تنسي النعمة، اوعي تنسي النعمة وتعيشي في مر النعمة، لان النعمة زي ما ليها حلاوة ليها مرارة، واحنا اللي بنختار. كله تبع نظرتنا وكله تبع احساسنا، وفي الاخر انت اللي تعبانة وانت اللي بتجهدي وانت اللي بتكبري قبل سنك وانت الايام بتعدي عليكي وانت اتطحنتي واتفرمتي. لا 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 لا، ارجعي، ارجعي خطوتين 3 لورا وبصي للموضوع بصة حب. حبايبي ولادي حبايبي. ماشي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.